تعد المملكة المغربية دولة عريقة تاريخياً، حيث يعود تاريخها إلى ما يقرب من 10,000 سنة، حيث عرت المنطقة عدداً من الحضارات والأمم عبر التاريخ. سنتعرف في هذا المقال على أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها المملكة المغربية. تاريخ المغرب القديم. يعود تاريخ المغرب القديم إلى حوالي 10,000 سنة، حيث كانت تعيش فيه المجتمعات البدائية في الغابات والمناطق الجبلية والصحراء. ومع تطور الزراعة وتكوين المدن، تشكلت ممالك الأمازيغ في المنطقة الشمالية والوسطى من المغرب، وكانت ممالك القرطاجنة والفينيقية والرومانية والإسبانية قد غزت البلاد في مختلف الفترات التاريخية. العصور الوسطى. شهدت المغرب في القرون الوسطى ازدهاراً كبيراً في الحضارة الإسلامية، حيث سمحت الدولة الأموية في القرن السابع بانتشار الإسلام في المغرب، وأصبح الإسلام الدين الرسمي للمملكة المغربية. ومن بين الدول الإسلامية التي حكمت المغرب في هذه الفترة كانت الدولة الأموية، والدولة العباسية، والدولة الأموية، والدولة السعدية. عهد الإسباني. في القرن الخامس عشر غزا إسبانيا المغرب وأسسوا حكمهم عليه، واستمر هذا الحكم حتى منتصف القرن العشرين. وقد عرفت هذه الفترة الكثير من المعارك والصراعات بين المغرب وإسبانيا، حيث خاض المغرب الكثير من الحروب ضد الاستعمار الإسباني. الاستقلال. بدأت الحرب الوطنية في المغرب في العشرينيات من القرن العشرين، حيث كانت تهدف إلى تحرير المملكة من الاحتلال الإسباني والفرنسي. وقد شهدت هذه الحركة الوطنية الكثير من الاضطرابات والتحولات، وتم استقلال المغرب في سنة 1956 بعد الاستقلال. قام الملك محمد الخامس بتشكيل الدستور الجديد، والذي كان يتضمن العديد من الحقوق والحريات للشعب المغربي. وفي سنة 1961 تم تأسيس الحزب الاشتراكي المغربي، الذي كان يهدف إلى إصلاح الاقتصاد والاجتماع وتحقيق العدالة الاجتماعية. في سنة 1975 عاد المغرب بنيابة عن إسبانيا إلى الصحراء الغربية، واندلعت حرب بين المغرب والبوليساريو، وهو الحركة التي تطالب بإقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية. ومع ذلك تمكن المغرب من إعادة الهدوء إلى المنطقة وإحكام السيطرة على الصحراء الغربية. وفي العقود الأخيرة تمكنت المملكة المغربية من تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والصحة والتعليم والسياسة الخارجية. وقد أصبحت المملكة المغربية شريكاً استراتيجياً لعدد من الدول حول العالم، وليعتبر واحدة من الدول الرائدة في إفريقيا على الثقافة المغربية غنية ومتنوعة، حيث تمتزج فيها العناصر العربية والأمازيغية والأندلسية والإفريقية، وتشتهر المملكة المغربية بالعديد من الفنون والحرف اليدوية التي تمثل رفها الثقافي، مثل الزرابية والتصوير بالخيوط والفضة، والحرف الخشبية والفخار والتماتع. المرأة المغربية بحقوق وحريات أكبر مما كانت عليه في الماضي، وتحظى بفرص تعليمية ومهنية أكبر. وتشارك المرأة المغربية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متزايد. في الختام، يمثل تاريخ المغرب وحضارتها العريقة جزءاً نهماً من تاريخ العالم، ويعد المغرب واحداً من أهم الدول في منطقة شمال إفريقيا، ويعد التنوع الثقافي واللغوي والديني في المملكة المغربية ما مصادر الغنى والتنوع، ويسهم في صقل الهوية الوطنية والإنسانية للشعب المغربي.